صباح الخير. تعالوا بقى احكي لكم على 10 حاجات على 10 حاجات، 5 سلبيه و5 ايجابيه. هبتدي بالايجابيات الاول. اول ايجابيه شفتها في الشعب ده ان الشعب ده لطيف جدا 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 فوق ما تتصوروا، بيضحكوا بيهزروا. تاني ايجابيه في الصين اللي انا شفتها وهي الشجر في كل حته. ماشي فين شجر، طالع على الكوبري شجر، طالع على كوبري مشاة شجر، داخل حي فقير حرفيا برضه هتلاقي الشجر. فدي تاني ايجابيه شفتها فيهم. تالت ايجابيه شفتها في الصين عنده كل حاجه تشتهيها، من الاكل الشرب الحلويات، اي حاجه عايز تجرب حاجه جديده برضه عندهم. من رابع الايجابيات وهي حلوه جدا ان عربياتهم معظمها كلها كهرباء. يعني انا اهو ماشي اهو في الشارع كلها كهرباء، قليل جدا انك تسمع صوت موتور بنزين، مفيش صوت، كلها عربيات كهرباء، والاتوبيسات برضه بتاعتهم كهرباء. فزي ما هما بيعملوا الشجر والبيئه برضه بيحافظوا على البيئه بنظامهم ان هو بيستخدموا عربيات كهرباء واتوبيسات كهرباء. حتى الموتوسيكلات دي كلها كهرباء، حتى دي كهرباء. فدي حاجه تحسب لهم. خامس ايجابيه ودي ممكن ما تلاقيش عند اي حد وهي الاكل. الاكل عندهم ايجابي سنه لو انت بتدور على حاجه عربي. فعندك هنا مناطق عربيه كتير، عندهم الشاورما، عندهم الفراخ، عندهم كل حاجه حلال. حتى السوبر ماركت برضه هتلاقوه حلال، ولو حد نصب عليك فهو بيحرزك منه.